ليه ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف قال لسيدنا يعقوب ابيضت عيناه وما قالش انه اتعمى؟ والعجيب ان الكلمة دي ليها معنى العلم الحديث اكتشفه، وكان ربنا سبحانه وتعالى ذكره من 1400 سنة. فالآية اللي في سورة سيدنا يوسف: فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وهنا بقى نوضح الفرق بين العمى وبين ابيضت عيناه. فمعروف ان لفظ العمى هو فقدان البصر بشكل كامل، اما ابيضت عيناه فالعلماء اكتشفوا ان هو حاجز ابيض بيحصل على العين او بيكون على طبقة العين لما يحصل حزن كتير قوي، فالعين بتفضل محتفظة بالبصر لحد ما الغشاء ده يتشال. فالطب الحديث بين لنا ان في مادة اسمها الكاتاراكت، ودي مادة بتعكر العين فبالتالي بتعمل الغشاء الابيض، وده بالظبط اللي القرآن سبحان الله اكتشفه من 1400 سنة. فلو ربنا سبحانه وتعالى قال انه اتعمى ما كانش عينه هترجع تاني. لما ذكر كلمة ابيضت ده معناها انه بصره هيرجع له تاني، وده حصل لما سيدنا يوسف بعت له القميص بتاعه، ومجرد ما حط على عينه الغشاء الابيض ده اتشال. لو عجبك محتوى الفيديو فاحفظ الفيديو وشاركه على قد ما تقدر.